لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. جزاكم الله خيرا. رفض فريق الوداد الرياضي في الاجتماع الذي يعقد حاليا بولاية جهة الدار البيضاء سطات فكرة اقتسام مداخيل الديربي الذي سيجمعه مع فريق الرجاء يوم 12 أبريل في مركب محمد الخامس. الاجتماع الذي يهدف إلى مناقشة الجوانب التنظيمية للمباراة المرتقبة بين الفريقين شهد توترا بسبب هذا الموقف. وبحسب مصدر مطلع فقد تراجع هشام أيتمنة رئيس نادي الوداد عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين مسؤولي الفريقين في مباراة ذهاب تحت إشراف مسؤولي الولاية، حيث أصر أيتمنة على أن الوداد هو الفريق المستضيف وبالتالي لا يمكنه القبول باقتسام مداخيل المباراة مع فريق الرجاء. هذا الموقف أثار غضب بعض المسؤولين في الولاية الذين كانوا يأملون في التوصل إلى حل توافق بين الطرفين. من جهة أخرى، فضل مسؤول فريق الرجاء الامتناع عن التعليق بشكل علني في الوقت الراهن، واكتفوا بالصمت في انتظار المزيد من التوضيحات حول تنظيم المباراة وسبل حل الخلاف بين الفريقين. الجدير بالذكر أن الديربي المرتقب يكتسب أهمية كبيرة، ويعتبر واحدا من أبرز الأحداث الكروية في المغرب، ما يجعل الأجواء حوله مشحونة بالتوتر منذ بداية التحضيرات.